مين ما بده عطر صيفي يكون ثابت بالساعات وفواح لأكبر درجة ممكنة بعز دين الشوب. انتوا بتطلبوا مني كتير مرات بدي عطر صيفي يكون ثابت وفواح، وبحاول اني اقنعكم ان العطور الصيفية كتير مرات لازم تكون منعشة وخفيفة، ومش شرط انه يكون ادائها قوي، لكن بضل يجيني طلبات على عطور قوية. فبجولة البحث عن اقوى العطور الصيفية، وعملت فيديو قبل هيك عن عطور صيفية جدا قوية بالاداء والفوحان، لكن اليوم لقيت عطر قنبله وجربته على واحد. على فكره بعت لي واحد من اصحابي مسج بيقول لي انا بدي مسافر بكره ورايح على بلد اللي رايح على دبي جدا شوب، رايح على ايفنت راح يكون فيه كتير ناس، بدي عطر اهم شيء الثبات الثبات الثبات. رايح هلا على المول وراح افرجيك عطور. بلش يبعث لي صور العطور اللي عنده اللي قدامه، ما في إشي منها فعليا لو نيجي نطلع على العطور الديزاينر ما في إشي راح يكون ثابت بالشكل المجنون اللي هو طالبه. وبنفس الوقت ما بدنا نطلع لفئة النيش اللي هي الأسعار تكون خرافية شوية فوق ال 1400 ريال أو درهم أو ال 400 دولار أو غيره، بدنا إشي منطقي. فبهاي الحالة بنستخدم السلاح السري. قلت له إذا أنت بالمول على الأغلب في عندك بوث لسدرة، روح على بوثهم وجرب عطر أنجلو. جرب العطر، إذا شفته عجبك اشتريه بصراحة ما تتردد. هذا العطر راح يقعد معك هاي الفترة اللي انت طالبها ويكون ثابت وفواح وصيفي، وكمان ريحته حلوة بالسعر المنطقي اللي انت طالبه، لانه اغلب العطور الديزاينر غير انه جزء كتير كبير منهم مقاطعة، كمان ما في اشي راح يكون بالبرفورمنس او بالاداء اللي بيوصلوا له العطور العربية او اغلب العطور العربية. بعد شوي بعت لي صورة انه اشترى العطر، افتتاحيته قال لي كانت قوية شوي، لما بلش يبرد عجبني اكثر. تحليلي انا شخصيا للعطر او تقييمي له، العطر ممتاز جدا من كل النواحي. كريحه اول شيء يمكن تكون افتتاحيته اصطناعيه شوي، بس هاي ضريبه البرفورمانس العالي باغلب العطور. ممكن تكون افتتاحيه سنتريك شوي، لكن مجرد ما بلش يبرد العطر بتكون ريحته رائعه. برفورمانس شميته على التيشيرت بعد ما شلحتها ثاني يوم كان واضح وقوي جدا. لما رشيته سالت اغلب الناس اللي حوالي شامين العطر، اغلبهم كان بيقول لي انه شام العطر على مسافه بعيده. في واحد لما سلم علي حط ايده على كتفي بيقول لي كمان الريحه طلعت على ايدي. فبرفورمانس ما عليه خلاف. فالمهم افتتاحيته فريش من الزنجبيل، سيتريسي من الحمضيات، البرغموت اتوقع، فروتي سويت من الكمثرى. قلب العطر راح يكون عنبري. فوصف العطر كملخص راح يكون فريش، سيتريسي، شوي سويت، امبري، وشوي فروتي. العطر لما بلش يبرد ولما يبلش يتدرج بلش يعطيني لمحات من ايماجينيشن من لوي فيتون، من الريحه السيتريسي العنبريه اللي شوي سويت. هاي اعطتني لمحات من لوي فيتون. فاللي بيحب ايماجينيشن على الاغلب راح يحب انجلو، راح يشوف في اشياء متشابهه لكن في اختلاف كمان واضح بين العطرين، فما تشتروه على اساس انه 100% شبهه. انصحكم تجربوه بالاول. مناسب جدا للجنسين، انا شخصيا بشوفه حيادي الجنس بشكل كامل، فلا تضيعوا فرصه تجربته على حالكم. جربوه لانه موجود بكتير بوثات. ما بحب تشتروا بدون تجربه، جربوه. سعره بحط لكم السعر بالضبط لكن 120 ملي، فسعره ممتاز بالنسبه للريحه والبرفورمانس اللي عم يعطيكم اياها. لكن جربوه باي بوث قريب منكم. اذا جربتوا اي من عطور سدرة تحديدا عطر انجلو تكتبوا لي رايكم فيها تحت بالكومنتس. انا كمال، اذا بتحبوا تسمعوا اكثر عن العطور اعملوا لي فولو. شكرا.